العلاقة بين أحمد خالد توفيق وترافيس سكوت وحفلة الأهرامات. جاك بيرمون ويبستر اللي معروف بترافيس سكوت مغني الراب الأمريكي واللي بالمناسبة من أصول أفريقية وعمره 32 سنة، حصل على جايزة بيلبورد الموسيقية وجايزة جرامي اللاتينية. سكوت أعلن على حسابه على الإنستجرام عن إطلاق ألبومه الرابع على سفح الأهرامات يوم 28 يوليو القادم، ألبوم بعنوان يوتوبيا. وبمجرد ما أعلن عن الحفل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وكان الأعلى في محركات البحث، وهيستمر لحد الحفلة لو أقيمت فعلا وكمان بعد الحفلة. وده مش بس لوجود سكوت بنجوميته في مصر، ده كمان لأن حفلاته حفلات غريبة ومرعبة وقضاياها مشهورة جدا، زي حفلته في مسقط راس ولاية هيوستن الأمريكية في 5 نوفمبر 2021 اللي أطلق عليها حفلة الموت. بس اللي نعرفه إن الناس بتروح الحفلات علشان تتبسط مش عشان تموت. فليه الاسم ده؟ هقولك. حفلة الموت كانت غريبة ومثيرة للجدل من وقت الإعلان عنها. بوسترات الحفلة نفسها ظهر فيها جماجم ورموز شيطانية، منها رمز العين الواحدة المرتبطة بالماسونية والدجل. ومش بس كده، إحنا لو تخطينا بوسترات الحفلة ووصلنا ليوم الحفلة نفسه، فبوابة دخول الحفلة كانت على شكل راس سكوت نفسه وهو فاتح بقه على الآخر وبيلتهم الجماهير اللي داخلين الحفلة. وده طقس شيطاني بيرمز لشكل الشيطان مولوخ وهو فاتح بقه برضه، بس بيلتهم القرابين البشرية، يعني سكوت هو ملوخ البشر. ومش بس كده، ده كمان الموسيقى اللي بيستخدموها كانت موسيقى مرعبة بتنتمي لنوع موسيقى اسمه هارد ميتال، وهي معروفة بالمخدرات الصوتية، ودي موسيقى موجودة على الديب ويب. والنوع ده يعتبر موسيقى شيطانية بيحفز الجانب الشيطاني داخل الإنسان وبتخليه ما يتحكمش في نفسه وممكن يأذي نفسه ويأذي أي حد حواليه بدون أي وعي. وفي وسط اندماج الجمهور تحت طبعا تأثير نوعية الموسيقى دي، ابتدت شباب كتير تفقد الوعي ويحصل حالات تشنجات، ده غير ان في ناس ماتت فعلا وسط الحفلة، ومنظمي الحفلة ما تدخلوش تماما وكأنهم مش شايفين اللي بيحصل. حتى سكوت تجاهل الصرخات ورفض انه يوقف الحفلة وقال جملة غريبة: لو وقفت الحفلة هيموتوني، وكأنه بيأكد إنه بيغني لصالح جهة شيطانية غامضة. وبعد الحفلة وصل عدد حالات الوفاة ل 28 مصاب وأكتر من 300 حالة تشنج عصبي. الأرقام دي كانت سبب منطقي إن يترفع 280 قضية على سكوت ومنظمي الحفلة، ومش منطقي إنهم يخرجوا من كل القضايا دي، بس ده اللي حصل فعلا. ونرجع تاني للحفلة اللي هتتعمل في مصر خلال أيام، والأسئلة المنتشرة: إشمعنى مصر وإشمعنى الأهرامات بالذات؟ خليني أقولك إن الهرم هو أشهر رمز ماسوني، وأهرامات الجيزة بتعتبر واجهة للماسونية، وبيؤمنوا كمان بوجود أكبر بوابة كونية تصل بين العوالم المختلفة داخل الهرم الأكبر. وخلينا ننفرد بيك ونربط بين اسم الألبوم يوتوبيا ورواية العراب أحمد خالد توفيق سنة 2008 اللي كانت بنفس الاسم يوتوبيا. مش ده الغريب إن أحداثها كانت بتدور عن مصر سنة 2023، السنة اللي احنا فيها، وكمان نفس الظروف إن الشعب مقسوم لطبقتين، وده اللي بتوضحه أسعار تذاكر الحفلة اللي بتبتدي من 4000 جنيه وفي تذاكر بتوصل ل$1000 في السوق السوداء ويمكن أغلى كمان. طب إشمعنى الألبوم اللي بالاسم ده يتعمل في بلد الشخص اللي كاتب الرواية اللي بتتكلم عن نفس السنة اللي فيها الحفلة؟ يمكن تكون إشارات لوجود أمر غريب يوم 28، الله أعلم. كل اللي بنتمناه إن في حالة حدوث الحفلة فعلا إنها تنتهي بسلام وبدون أي كوارث.